بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نشتغل مع بعض النهارده تصميم شنطه كروشيه سهله جدا وبسيطه. ممكن اي بنوته مبتدئه تشتغلها معانا النهارده باذن الله بكل سهوله. هنشوف خاماتنا وادواتنا ونشوف مع بعض هنشتغل ازاي. عايزاكم بس لو بتشوفونا لاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان قولوا لي رايكم في الكومنتات عشان رايكم بيفرحني. يلا نشوف خاماتنا وادواتنا ونقول بسم الله. الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها النهارده باذن الله، انا هشتغل بخيط مكرميه مصري. الخيط اللي انا هشتغل بيه النهارده هو خيط جنجاي، يعني هو فيه كل الالوان دي كده في الشله نفسها. وهشتغل معاه بابره كروشيه مقاس 6. هحتاج ابره تنظيف وولاعه. هحتاج 2 نص دايره الحلقات دي عشان اليدات، او لو انت بتستخدمي الحلقات سهله الفتح مفيش مشكله. عايزه 2 جنش، وعايزه الخرز الخشب ده هنحطه في الاخر كده كنوع من انواع التزيين. هي الشله بتجيلنا بالشكل ده طبعا مفكوكه زي اي خيط مكرميه مصري، هي جنجاي كده كل الالوان فيها. في منها الوان كتيره جدا حلوه، بس انا حبيت كده اختار الوان الصيف المطرقعه. في منها الوان كتيره جدا. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي النهارده. اول حاجه بقى هعملها هبتدي ان انا اجيب الخيط كده، انا هبتدي اعمل دايره، يعني هشتغل جوه حلقه سحريه. احط الطرف كده الصغير على الطرف الكبير بالشكل ده. بسيب معايا خيط طويل كده اشتغل عليه واشده بقى في الدايره السحريه في الاخر. هدخل بالابره هسحب خيط وهطلع سلسلتين ارتفاع. 1 2. سلسلتين الارتفاع دول مش بحسبهم معايا في العدد، انا بس بحسبهم ارتفاع بس. هشتغل جوه الدايره السحريه اللي انا عملتها دي 12 عمود بلفه. هاخد لفه وادخل كده جوه الحلقه واشتغل. ادي اول عمود، تاني عمود، وهعد لحد ما يبقى عندي 12 عمود. كده 3 4. هكمل ال 12 عمود، بس لازم اراعي طبعا ان وانا شغاله اكون شغاله على الطرف الصغير ده في البدايه، عشان ده اللي بسحبه في الاخر وبقفل بيه الدايره السحريه بتاعتي. هكمل ال 12 عمود وارجع لكم. خلصت كده السطر الاول، عملت ال 12 عمود، يعتبر كده السطر الاول معانا خلص. دلوقتي هسحب الخيط كده وهقفل الحلقه اللي في الاول دي. هسحب الخيط الصغير اللي معانا ده هشده على قد ما اقدر عشان اقفل الحلقه اللي بدات بيها. تمام كده. دلوقتي بقى هقفل بغرزه منزلقه فين؟ في راس اول عمود. زي ما قلنا سلاسل الارتفاع احنا مش بنشتغل فيها حاجه. هاجي كده في راس اول عمود واسحب غرزه منزلقه. تمام. هطلع للسطر الجديد برضو بسلسلتين ارتفاع. 1 2، ودول زي ما قلنا كده هيكونوا مجرد ارتفاع للسطر بس. السطر الجديد هشتغل في راس كل عمود تزايد، يعني هعمل في كل غرزه غرزتين في نفس المكان. الارتفاع ملناش دعوه بيه، في نفس المكان جنبه كده هبتدي ان انا اشتغل اول عمودين في السطر. 1 والتاني في نفس المكان. هروح للغرزه اللي بعدها وهشتغل فيها عمودين. بكمل السطر لحد الاخر كده، كل غرزه بتقابلني بشتغل فيها عمودين، يبقى السطر التاني هيخلص معايا على 24 غرزه عمود. اخلصهم وارجع لكم. دلوقتي كده خلصت السطر التاني، وزي ما قلنا اشتغلت تزايد في كل الغرز. هنا كده هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود. هتجاهل سلاسل الارتفاع، وفي راس اول عمود عندي في السطر هسحب غرزه منزلقه. يبقى انا كده خلاص خلصت السطر التاني. السطر التالت بطلع برضو سلسلتين ارتفاع في بدايه السطر، منساش سلاسل الارتفاع. ودلوقتي السطر ده هيمشي معايا كالاتي: غرزه فيها عمود واحد، والغرزه اللي بعدها بعمل فيها تزايد، يعني بعمل عمودين، وبكرر المجموعه دي لحد اخر السطر. جنب سلاسل الارتفاع في نفس المكان هبتدي اعمل اول عمود. الغرزه اللي بعدها هعمل فيها تزايد، هشتغل عمودين في نفس المكان. 1 والغرزه التانية في نفس المكان. هكرر الغرزه اللي عليها الدور هشتغل فيها عمود واحد بس. الغرزه اللي بعدها هشتغل فيها عمودين. 1 2. تمام كده، واحد تزايد واحد تزايد. هكمل الغرزه الجايه يبقى فيها عمود واحد بس، اللي بعدها فيها عمودين، عمود واحد بس، عمودين، واكرر بالتزايد ده لحد اخر السطر. خلص السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر الثالث، ودلوقتي هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود.
عشان هطلع للسطر الجديد زي كل سطر بطلع سلسلتين ارتفاع. السطر اللي فات كنا بنشتغل غرزة مفرد واللي بعدها كان بيكون فيها تزايد. السطر ده هشتغل عمودين مفرد، يعني غرزة لوحدها وغرزة لوحدها، وبعد كده بعمل غرزة التزايد. اول غرزة هتقابلني اللي جنب السلسلة على طول هشتغل فيها اول عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود واحد. الغرزة اللي بعدهم هشتغل فيهم تزايد، هعمل عمودين في نفس المكان، واحد والتاني في نفس المكان. هكرر تاني غرزة عمود واحدة بس وغرزة عمود واحدة بس، بعد كده هعمل غرزة تزايد واحد والغرزة التانية في نفس المكان. بكرر بالتزايد ده لحد اخر السطر بنفس الطريقة، غرزة عمود وغرزة عمود بعد كده تزايد، وبكرر لحد اخر السطر. طبعا زي ما انتم ملاحظين كده احنا ماشيين بتزايد الدايرة العادي، انا بس لو بشرحه عشان لو معانا حد مبتدئ وحابب يعرف فكرة القاعدة المدورة ازاي اشتغلها بغرزة العمود تكون سهلة معاكم. هكمل التزايد لحد اخر السطر ونرجع نكمل. خلصت كده السطر، وهنا هقفل بغرزة منزلقة في راس اول عمود. تمام، هطلع سلسلتين ارتفاع. السطر الجديد هشتغل 3 غرز عمدان مفرد، بعد كده غرزة تزايد. يعني اول غرزة هتقابلني هشتغل فيها عمود واحد بس، ودي الغرزة اللي بتكون جنب السلسلة على طول، واحد. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود، اتنين. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود، تلاتة. يبقى انا كده عملت 3 غرز، وبعد كده الغرزة اللي بعدهم هشتغل فيها تزايد، هعمل عمودين في نفس المكان، واحد والعمود التاني في نفس المكان. تمام، وبكمل بنفس التزايد ده لحد اخر السطر، واحد اتنين تلاتة، بعد كده غرزة تزايد، واحد اتنين تلاتة، بعد كده غرزة تزايد. هفضل شغالة بنفس الطريقة لحد اخر السطر، خلاص السطر وارجع له. خلصت كده السطر، وهنا هقفل بغرزة منزلقة في راس اول عمود. هطلع سلسلتين ارتفاع للسطر الجديد. التزايد بتاع السطر الجديد هيمشي معانا كالاتي، هشتغل 4 غرز عمود مفرد، وبعد كده هعمل غرزة تزايد. اول عمود بشتغله في السطر جنب سلاسل الارتفاع، واحد اتنين تلاتة أربعة، وبعد كده بعمل غرزة تزايد، يعني بعمل عمودين في نفس المكان، واحد والعمود التاني في نفس المكان. وهكرر نفس التزايد لحد اخر السطر، بشتغل 4 عمدان مفرد، بعد كده غرزة تزايد لحد ما بخلص السطر، ونرجع نكمل مع بعض. خلصت السطر كده، وده كان اخر سطر عندي في التزايد. انا مش هكبر القاعده بتاعه الشنطه اكتر من كده، لو انت حابه تكبري يبقى السطر الجاي هتشتغلي 5 عمدان مفرد، بعد كده غرزه تزايد، ولو انت طبعا حابه اقل من كده يبقى هتشيلي سطر من السطور اللي احنا اشتغلناها. طيب دلوقتي هعمل ايه بقى؟ دلوقتي هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود عادي. تمام، بعد كده هطلع سلسله واحده بس ارتفاع عشان هبتدي ابني جسم الشنطه. تمام، هشتغل بقى دلوقتي على الحلقات الخلفيه بس للغرزه. شايفين معايا الغرزه بتاعتنا دايما بتبقى فيها حلقتين، حلقه اماميه وحلقه خلفيه. السطر ده كله هشتغله بغرزه الحشو على الحلقه الخلفيه فقط. هدخل بالابره كده واسحب غرزه حشو. لو حابه اعلم اول غرزه عندي في السطر، عشان انا بعد كده السطور الجايه كلها هشتغلها حلزوني، مش هقفل بغرز منزلقه زي ما كنت بعمل في السطور اللي فاتت. انا دلوقتي هشتغل شغل حلزوني. الغرزه اللي بعدها غرزه حشو. الاحظ بس ان ده السطر الوحيد اللي هشتغله معايا على الحلقه الخلفيه بالشكل كده. غرز حشو عاديه جدا، بس الفكره ان انا مش باخد الحلقتين معايا تحت الابره وانا بشتغل، انا بسيب الحرف ده كده بيحدد لي الجسم بتاع الشنطه من القاعده بتاعتها. كل غرزه بتقابلني هشتغل عليها غرزه حشو واحده بس، خلاص هوقف التزايد. عدلة الشنطه هتكون كده، عشان كده انا قلبت الشغل كده في الاول. دي كده عدلة الشغل بتاعي.
كل غرزه بتقابلني هشتغل فيها غرزه حشو واحده بس. هخلص السطر لحد الاخر وارجع لكم. خلصت كده السطر، وده اعطاني ارتفاع الغرزه اللي كنت بسيبها. الغرزه الاماميه عملت لي تحديد للشنطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. دلوقتي هبتدي بقى اشتغل السطور الجايه معايا كلها حلزوني، مش هقفل بمنزلقه واطلع بسلسله ارتفاع. يعني انا كده دي كانت اخر غرزه عندي في السطر، ودي اول غرزه في السطر. هنا كده هدخل على طول بالابره وهشتغل غرزه حشو، يعني مش هعمل منزلقه واطلع بسلسله، انا هشتغل خلاص بقى الشغل داير ما يدور. وبعد كده كل الغرز اللي جايه هتكون غرز عاديه تحت الحلقتين. يعني انا بس هو السطر اللي فات اللي كنت بسيب فيه الحلقه الاماميه دي مش بشتغل فيها. كل غرزه بتقابلني بشتغل عليها غرزه حشو عاديه جدا، بفضل شغاله كده بالشكل ده حشو داير ما يدور. وهاجي هنا برضو بكمل على طول بغرز حشو لحد ما اوصل لارتفاع الشنطه اللي انا محتاجاه. هبني في سطور فوق بعض بغرز الحشو، مفيش كده اي تغيير ولا اي تزايدات ولا اي حاجه تاني. هفضل اطلع بسلاسل هطلع بغرز حشو اسفه لحد ما اوصل لارتفاع الشنطه اللي انا محتاجاه. وطبعا لو بوصل خيط وانا شغاله بفنشه معايا تحت الشغل. هخلص بقى اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه ونرجع نكمل مع بعض باذن الله. خلصت كده الارتفاع اللي انا محتاجاه بغرزه الحشو زي ما انتم شايفين كده. معلش الشنطه بس مش قادره اجيبها كلها في الكادر. دي القاعده بتاعتنا المدوره اهي، وده كده الارتفاع اللي انا اشتغلته. انا اشتغلت ارتفاع 23 سطر تمام بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ انت طبعا لو حابه تزودي ارتفاع الشنطه بتاعتك عن كده هتكملي كمان سطور حشو. دلوقتي انا هكتفي بالارتفاع ده، ودي الغرزه اللي انا دايما كنت ببتدي فيها السطر الجديد. هقفل بقى في الغرزه اللي بعدها على طول كده بغرزه منزلقه عشان اكون قفلت سطور الحشو اللي انا شغلاها تمام. وهطلع 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. ال3 سلاسل ارتفاع دول كانهم معايا اول عمود. هروح رايحه على الغرزه اللي بعدهم على طول وهعمل غرزه عمود. وهروح رايحه على الغرزه اللي بعدها على طول وهعمل غرزه عمود. يبقى كده انا عملت 3 غرز عمدان جنب بعض. بعد كده هعمل غرزه سلسله، وهسيب قصاد غرزه السلسله اللي فوق هسيب غرزه حشو من اللي تحت مش هشتغل فيها حاجه، وهروح للغرزه اللي بعدها واشتغل فيها عمود. الغرزه اللي بعدها عمود، والغرزه اللي بعدها عمود. يبقى انا كده عملت 3 اعمده تمام. هاخد غرزه سلسله وهسيب قصادها غرزه حشو مش هشتغل فيها حاجه، وهروح رايحه على ال3 اعمده الجايين وهشتغل في كل غرزه عمود واحد بس. يبقى انا بشتغل ايه؟ بشتغل 3 اعمده في 3 غرز. بعد كده باخد غرزه سلسله فوق وبسيب قصادها غرزه حشو تحت مش بشتغل فيها حاجه، بكون فراغ يعني او زي عراوي كده بسيبها فاضيه. وبعد كده برجع اكمل عمود في 3 اعمده بعد كده بالشكل ده كده. 3 اعمده بسيب سلسله فوق وقصادها غرزه تحت، 3 اعمده سلسله فوق وغرزه تحت، 3 اعمده سلسله فوق وهسيب غرزه تحت. وهكمل بهذه الطريقه لحد اخر السطر بنفس الشكل. هكون الفراغات اللي انا محتاجاها دي. هخلص السطر وارجع لكم. انا كده خلصت السطر كله بنفس الطريقه، ودي كده كان اخر 3 عمدان معايا. بعد كده هعمل غرزه سلسله، وبعدين هقفل بغرزه منزلقه في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع اللي بدات بيهم السطر تمام كده. دلوقتي بقى هعمل ايه الاول قبل ما اشتغل السطر الجديد؟ هاتني القطعه بتاعتي نصين كده وهعلم الجنب ده وهعلم الجنب التاني عشان هبتدي اثبت عندي الحلقات اللي هشتغل عليها او اللي هثبت فيها اليد بعد كده تمام. لو انت هتشتغلي او هتركبي حلقات سهله الفتح يبقى خلاص هتشتغلي سطر حشو داير ما يدور على السطر ده. لو انت هتثبتي الحلقات بتاعتك النص دايره زي ما انا هثبتها كده يبقى هنثبتها واحنا شغالين السطر الاخير بغرزه الحشو. انا حطيت العلامات بتاعتي في النص من هنا ومن هنا عشان اظبط اليدات تكون راكبه في نص الشنطه بالظبط. دلوقتي هطلع سلسله ارتفاع، بعد كده هشتغل غرزه حشو في مكان ما طلعت اول سلسله. الغرزه اللي بعدها هشتغل عليها غرزه حشو، اللي بعدها غرزه حشو. يبقى انا كده بشتغل فوق العمدان كل غرزه بتقابلني بشتغل عليها غرزه حشو. الفراغ اللي كنت سايباه بغرزه السلسله برضو هشتغل عليه غرزه حشو تمام. يبقى انا كده بملى السطر كله الجديد ده بغرز الحشو وكل غرزه بتقابلني. طيب دلوقتي انا حاطه العلامه هنا وعايزه اركب النص دايره بتاعتي.
بركبها في خلال الثلاث غرز اللي انا عامله فيهم العلامه دي، الغرزه اللي قبلها والغرزه اللي في النص والغرزه اللي بعدها. بجيب الحلقه بتاعتي كده وابتدي ان انا اشتغل غرزه حشو، انا كده بثبتها معايا اثناء الشغل. والحلقه الغرزه اللي في النص بشتغل فيها غرزه حشو، والغرزه اللي بعدها كمان بشتغل عليها غرزه حشو. يبقى انا كده ثبت الحلقه بتاعتي اللي انا هركب فيها اليد اللي هشتغل فيها اليد الشنطه. وهكمل السطر كله عادي بغرز حشو. حتى زي ما قلنا كده السلسله الفراغ اللي بين الثلاث اعمده بشتغل برضو فيها غرزه حشو، وامشي السطر كله داير ما يدور بنفس الشكل. ولما باجي الجنب التاني عند العلامه اللي انا حطاها قصادها في الناحيه التانية برضو بثبتها في خلال 3 غرز زي ما عملت الجنب ده كده بالظبط. هاجي هنا كده برضو اشتغل بغرز الحشو لحد ما اوصل هنا قبلها بغرزه والغرزه اللي في النص وبعدها بغرزه. دول الثلاث غرز اللي بثبت فيهم الحلقه زي ما عملنا في السطر اللي فات كده. في حلقات بنقابلها دايما بتكون مثلا واسعه شويه من النص، انا بلف عليها لفه صغيره كده من شريط اللحام علشان وانا بشتغل بعد كده او لما العميله بتاخدها وتيجي تستخدمها الخيوط بتاعتها ما تفكش او الغرز ما تفكش. يبقى انا كده بامن على الحلقه. في حلقات بتبقى مفتوحه وفي حلقات بتبقى مقفوله على الاخر خالص. تمام كده. وبكمل بقى شغل السطر ده كله بغرز الحشو داير ما يدور زي ما اشتغلنا هنا. وبعد كده باجي في بدايه السطر وبقفل بغرزه منزلقه وبقص الخيط وبفنش الشغل بتاعي. هخلص الجزئيه دي ونرجع نكمل. دلوقتي بقى هعمل المشد اللي هقفل بيه الشنطه من فوق. انا حابه ان انا اعمله بلون ساده من الالوان اللي كانت جوه الشنطه، حبيت ان انا اختار اللون الابيض. هبتدي برضو بنفس الابره اللي انا شغاله بيها، ابره مقاس 6. هبتدي اسيب ان انا جزئيه كده في الاول مثلا حوالي 10 سنتي، وهبتدي ان انا هعمل عقده بدايه وهشتغل عدد سلاسل يكفي ان انا الف بيه الشنطه بتاعتي كلها. 1 2 3 هفضل شغاله لحد ما الاقي ان الطول بقى مناسب. تمام. كلها غرز سلاسل كده مثلا 90 سلسله 100 سلسله حسب ما انتي محتاجه، يعني الشنطه بتاعتك تحسي ان هي اتقفلت والمشد بتاعها يكون مستريح لما تيجي تربطي. هشتغل كده الطول اللي انا محتاجاه وارجع لكم. خلصت كده السلسله بتاعتي وعملت حوالي 100 سلسله. بعد كده هسيب برضو حته خيط طويله شويه واقص الخيط الزياده، هسحب كده لفوق وامن شويه على الغرزه بتاعتي بالشكل ده. هجيب بقى ابره التنظيف وابتدي ان انا هدخل فيها بدايه الخيط عندي بالشكل ده كده. هجيب الشنطه، انا طبعا كنت مكونه فراغات. تمام. هسيب الجزئيه اللي هتكون في البدايه كده وابتدي ان انا هدخل بالفراغات اللي انا مكوناها بغرزه الاعمده دي كده. مره الغرزه او الشريط بتاعي هيكون من تحت الاعمده ومره هيكون من فوقيها. هحاول بس ابقى عادلاه. تمام بالشكل ده كده، مره طالع ومره نازل كاني بخيط سراج. واضحه معاكم. وهلف الفراغات اللي عندي اللي انا عاملاها كلها بنفس الشكل، مره طالع ومره نازل. واظبط بقى واعدل الخط بتاعي كله بتاع الضفيره بتاعه غرزه السلسله. هشبكها كلها وارجع لكم. خلصت كده ركبت الشريط بتاعي في الفراغات اللي انا مكوناها. دلوقتي بقى هقفل الشريط بالخرز الخشب. حاولت اختار لون من الالوان اللي موجوده جوه تصميم الشنطه. هحط الاول الخرزه الكبيره اعديها كده في السلسله، في واحده كمان صغيره اركبها كده بعدها. لو لقيت صعوبة في ان انا ادخل الخيط بدببه كده بس بلسعه بالولاعة عشان اعمل له كده حرف صغير اقدر ان انا اعدي منه الخرز بالشكل ده. هعمل بقى هنا كده عقدتين تأمين. واشيل الخيط الزيادة بالولاعة بالشكل ده كده. وعملت الجنب التاني تمام كده. وابتدي بقى ان انا اشد الشنطه بتاعتي اقفلها واربطه. هيبقى فاضل لنا بس ان احنا نعمل الدراع بتاع الشنطه. ممكن ان احنا نعمله بخيط الكروشيه او ممكن ان احنا نركب لها اليدات الجاهزه، ده اختياري بيرجع ليكي. وده كده الشكل النهائي للشنطه بتاعتنا بعد ما خلصت. انا اشتغلت اليد بتاعتها بخيط ابيض نفس الخيط او نفس اللون اللي اشتغلت بيه المشد بتاع الشنطه. وطبعا طريقه اليد دي اشتغلناها مع بعض قبل كده، هسيب لكم باذن الله اللينك بتاعها في صندوق الوصف.
اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم باذن الله، وتكونوا استفدتوا منها وتقدروا تنفذوها بكل سهوله. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات، وباذن الله نتقابل على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.